الحب قانون بتستقيم بيه الحياة وبتزدهر، وبدونه كل شيء بيتحول لعدم. الجملة دي قريتها في رواية اسمها قواعد العشق الأربعون لمؤلفة تركية اسمها إليف شفاق، وحسيتها أنسب جملة افتتاحية لحلقة النهاردة، حوار مع حبك الأول. من الجدير بالذكر يا شقيق إن أحب أقولك إن دي تاني حلقة من حلقات سلسلة الحب في السينما المصرية. اللي ما شافش أول حلقة من السلسلة دي يشوفها، هسيب لك اللينك في الوصف، واللي شافها وبيشوف الحلقة دي ومكمل معايا في السلسلة يبدأ بقى يقترح لي في الكومنتس أفلام هو عاوز يشوفها في السلسلة. بعيدا بقى عن الانترو دي يا شقيق، أنا عاوزك تتخيل نفسك معايا كده في وسط روتين يومك وزحمة المدينة وكل شيء عدم ملوش طعم بالنسبة لك انت عايش فيه، تقابل أول وأصدق حب في حياتك صدفة في كافيه في سيتي ستارز، زي ما حصل بالظبط مع يوسف وعليا. أو تخيل برضو نفسك في وسط نفس الزحمة ونفس الروتين وكل شيء عدم، وتقابل حبك الأول والأخير في قطر سكة حديد مسافر من القاهرة للإسكندرية، زي ما حصل مع عزت وسلوى بالظبط. الفرق ما بين قصتين الحب دول يا شقيق إن مش بس الزمن والأبطال والشخصيات مختلفين، الفرق الحقيقي ما بين قصتين الحب دول إن أنت هنا في فيلم 6 أيام سنة 2025 قدام 2 بيحبوا بعض لكن ما بيملكوش الجرأة إنهم ياخدوا خطوة ناحية بعض. كل واحد فيهم خايف ياخد الخطوة ليكون الوقت مش مناسب أو الظروف مش مناسبة، قدر مش موافق، الكون مش سامح، ربنا مش رايد. بالظبط كده. أما بقى في سنة 1988 في فيلم أنا وإنت وساعات السفر، أنت بتشوف قصة حب انتهت من زمان بسبب قرار غلط خده أحد أطراف العلاقة دي، وبسبب القرار ده فضل الاتنين دول بيعيشوا طول سنين حياتهم في عدم، ومفيش حاجة في حياتهم ليها طعم. طبعا انت يا شقيق هتقول لي طب فين المشكلة يا معلم؟ الموضوع مش مستاهل تعمل لنا عنه حلقة. هوبز ما تكبرش المواضيع. هوبز ده انا يا شقيق عشان ما تستغربش. قلت لي اسمك ايه؟ اصحابي بيقولوا لي يا هوبز. المهم بلاش نغير الموضوع وركز معايا يا شقيق بعد اذنك، لان الموضوع يستاهل اكتر من حلقة كمان، ومهم ومعقد، وعقدته بتكمن اكتر في فيلم 6 أيام اللي هو معمول في 2025. يعني المفروض العقد تبقى أقل، الحياة تبقى أبسط، لكن كالعادة الحداثة وتوابعها بتفشخنا. المهم لما تيجي تبص على عليا ويوسف أبطال فيلم 6 أيام هتلاقيهم 2 بيحبوا بعض من وهم في المدرسة، وبيفترقوا بسبب ان عليا عزلت من بيتها وراحت منطقة تانية، زي نهاية قصص حب المدرسة بالظبط. وبيتقابلوا تاني صدفة يوم 19/12، فبيحكوا بقى وبيضحكوا وبيحسوا انهم قد ايه كانوا تايهين وما صدقوا لقوا بعض. وخلي بالك يا شقيق الجملة دي مش إفيه، هم فعلا كانوا تايهين وما صدقوا لقوا بعض. طب هيتمسكوا ببعض بقى وخلاص هتبدأ قصة الحب المثالية ازاي؟ فين عقد جيلنا؟ ما لازم تطلع. وفعليا عقد جيلنا بتطلع. في نص المقابلة بالظبط يوسف بيتفاجئ ان عليا مخطوبة لواحد اسمه محمد يبقى ابن خالها، وكمان ايه في اخر المقابلة الاتنين بيتفقوا مع بعض انهم بالمناسبة السعيدة دي هيقابلوا بعض كل سنة يوم 19/12. وطبعا ده لو الظروف تحكم. فاللي هو ايه بقى؟ ليه كل الشقة ده؟ الغريب كمان يا شقيق ان مفيش حد من الاتنين دول سواء عليا او يوسف حاول يقول للتاني انه لسه بيحبه او انه بيحبه اصلا، وما قدرش يحب حد بعده على الرغم من كمية اللذاذة والانشكاح اللي كان كل واحد فيهم عايشها وباينة على وشه وهو في المشهد ده. وده عكس خالص اللي حصل مع عزت وسلوى سنة 88. هنا بقى شوفوا عنفوان ورعونة الشباب يا شقيق. سلوى أول لما بتشوف عزت بتقول له أنا ست متجوزة، وعزت ما بيعرفش سلوى أصلا وفاكر إن سلوى مقعدة جنبها على كرسي جوزها بحكم إن هو الأديب والكاتب المعروف عزت هلال. وده على عكس يوسف وعليا اللي أول ما شافوا بعض عرفوا بعض في لحظتها، إنما عزت ما كانش عارف سلوى في الأول، وسلوى كانت عمالة تستفز فيه وتضايقه لحد ما قلعت النضارة عشان يعرفها. ولما عزت عرف سلوى أصابه شيء من المرارة لأنه افتكر حب قديم، حب
عاش بسببه سعيد، وبعد ما الحب ده اختفى فجأة حياته تحولت لقمة القسوة والعدمية، وفضل عزت على هذا الحال من المأساة 18 سنة. وده اللي عزت قاله لسلوى لما سألته ازاي تنساني، وكانت بتلومه على انه معرفهاش، على الرغم انهم عاشوا مع بعض احلى 4 سنين في عمرهم. 4 سنين كان اليوم الواحد فيهم بمقام سنة كاملة على حد تعبير سلوى. طول اللقاء ده يا شقيق انت هتلاحظ ان سلوى كانت فرحانة وسعيدة انها لقت حب عمرها، عكس عزت اللي كان حزين، اللي افتكر جرح عمره كله، جرح خلاه عايش طول السنين دي بدون جواز. وده بقى عكس يوسف وعليا تماما، الاتنين اللي قرروا انهم يقابلوا بعض مرة واحدة في السنة. لا في حد جرح التاني، ولا حد مفرح التاني، ولا حد بيحاسب التاني اصلا. بالعكس، ده كل المشاعر الجياشة والغير جياشة مكتومة جواهم، وكل واحد فيهم كان عنده مبرره لنفسه انه ما يعبرش عنها خالص دلوقتي، علشان بس حاسس ان ده مش الوقت المناسب. يعني عندك عليا مثلا لما شافت يوسف اول مرة كانت هي مخطوبة وبتشتغل ويترس في كافيه، ويوسف في امتياز أسنان، فكان بالنسبة لها مش هينفع خالص دلوقتي. وعشان خاطر كده انت تاني مرة يوسف وعليا هيتقابلوا فيها هتشوف عليا اشتغلت على نفسها وخدت كورسات في البريتش كانسل، وبقت مضيفة طيران قد الدنيا، مش أعلى حاجة لكن في نفس الوقت قربت لمستوى يوسف، وكمان سابت محمد اللي كان خاطبها. لكن عليا بتتفاجئ ان الوقت المناسب ليها ده ما كانش الوقت المناسب خالص ليوسف، لان يوسف في الفترة دي كان بيدور على نفسه، وكان عنده رغبة كبيرة في التمرد على ابوه وعلى تحكمه في حياته عن اللزوم. وعشان خاطر كده عليا هتلاقي نفسها قدام واحد بعد ما اشتغلت على نفسها عشان تقرب له بقت عاوزاه هو اللي يقرب لها. ويوسف بعد ما كان محطوط في مكانة مخليه مناسب لعليا ولغيرها بقى غرقان في بحر الحياة الواسع، بحر بيحاول يكتشف فيه نفسه من جديد، لكنه مضطر يبعد هو كمان عن عليا لحد ما يجي الوقت المناسب. وده برضه عكس عزت وسلوى يا شقيق، اللي علاقتهم ابتدت من سنين وانتهت بالورقة والقلم، وخصوصا عزت اللي كان فاكر انه قدر ينسى سلوى بعد ما خانت حبهم وسابته وراحت اتجوزت واحد تاني عشان خاطر الفلوس اللي كانت من وجهة نظر سلوى لغة عصرهم وكل عصر، وكانت بالنسبة لها هتشتري لها كل حاجة حتى الحب. لكن سلوى بتتصدم لما بتشوف مهاجمة عزت ليها طول الوقت وكلامه العدواني اللي كان جارح في بعض الأوقات ليها. عزت معذور برضو يا شقيق، الراجل اتجرح في مشاعره، لكن بالرغم من كل ده عزت كان مبسوط إن عليا قالت له إنها لسه بتحبه وعندها استعداد تتطلق من جوزها وتبيع كل حاجة عشانه. لكن كبرياء عزت بيخليه يرفض حاجة زي كده ويقبل بحب عايش جواه حتى لو خلاه عايش مجروح طول حياته. عشان كده يا شقيق لما سلوى بتسأل عزت هو الحب بيموت، عزت بيقول لها الرد العبقري ده: تفتكر الحب بيموت؟ الحب كائن حي بيمرض، بيصاب بالعجز والشيخوخة، ممكن يتجنن كمان. خدت بالك من حاجة يا شقيق؟ عزت بيقول لها إن الحب هو كائن حي بيمرض ويصاب بالضعف والشيخوخة والجنون، لكن ما قالهاش إنه بيموت. وعشان كده هتشوف يوسف وعليا في كل لقاء ليهم متغيرين كالعادة، الحياة عمالة تشقلبهم وتوديهم. يعني مثلا في المرة الثالثة يوسف ظبط حياته وبقى عنده شركته الخاصة وعلاقته بابوه اتصلحت كمان، وعليا حياتها هي كمان بقت أحسن وبقت تلبس فرو، والاتنين بقوا من بره كده خلاص. يوسف بدأ يحس إن هو ده الوقت المناسب وشكلهم لايق على بعض، لكن عليا بتصدم يوسف إنها اتجوزت، والسبب الغنى اللي هي فيه ده كله جوزها. ثواني كده يا شقيق، مش دي سلوى باين؟ لا يا شقيق، سلوى كانت صريحة ومباشرة واتجوزت عشان الفلوس والمادة وقالت كده مباشرة لعزت. إنما في زماننا الإنسان بقى يوجد مبرر لأي شيء هو بيعمله عشان بس يحسس نفسه إنه هو إنسان كويس، مع إن عليا جوزها ده بيضربها وهي مستحملة، وأكيد مش مستحملة الضرب والإهانة حبا في الضرب والإهانة. وعشان خاطر كده لما يوسف هيصارحها ويقول لها
انت اتجوزتيه عشان الماديات. طبعا عليا هتاخد هسة صمت وتقول له انت تعرف عننا كده يا يوسف؟ ايوه يا عليا، نيابة عن يوسف انت كده فعلا، واحنا عارفين عنك كده، واللي انت عملتيه ملوش تفسير تاني غير كده. ولكن الصدق مع النفس يا شقيق بقى صعب قوي في زماننا، زي برضه الاعتراف بالمشاعر بالظبط. يعني في لقائهم الأخير ما بين يوسف وعليا كان في عزا أبي يوسف، ويوسف كان اختفى خالص عن عليا لمدة سنين، وعليا هي اللي كانت بتدور على يوسف وبتعرف عن حياته من بعيد لبعيد. وعشان خاطر كده لما بتواجهه وبتقول له اختفيت ليه يا يوسف، يوسف بيقول لها وانا افضل موجود ليه وانت متجوزه واحد بيضربك وقابله على نفسك تكملي معاه بقيه حياتك. وهنا عليا يا شقيق بتفاجئ يوسف بحبها ليه، وكأنها لأول مرة بتعبر له عن مشاعرها ناحيته، وبتفكره بكل تفصيلة ما بينهم من وهم صغيرين. لكن عليا بتتفاجئ إن بعد كل الاعترافات اللي حصلت من المشاعر دي، يوسف بيصدمها ويقول لها إن هو كمان اتجوز وبقى فيه في حياته عيلة. بعد ما اتطلقت عليا وخلاص حياتها وشخصيتها بقت مناسبة ليوسف، يوسف هو كمان ما بقاش مناسب لعليا. وعشان خاطر كده يا شقيق يوسف بيقول المشهد ده: القدر مش موافق، الكون مش سامح، ربنا مش رايد. عارف يا شقيق ايه اكتر حاجة لفتت نظري في الفيلمين دول؟ هي وضوح سلوى وعزت لبعض، وليك انت كمشاهد في كل حاجة، وتوهة يوسف وعليا لبعض وليك انت كمشاهد في كل حاجة. حتى صناع الفيلم كنت تحس انهم تايهين وهم بيكتبوا قصة الفيلم وهم بيخرجوها، مش عارفين يعبروا عن ايه ولا ايه جواهم، مش عارفين ازاي يحكوا بأنهي لغة عن حبهم ومعاناتهم مع الحب. وده عكس خالص فيلم انا وانت وساعات السفر، فيلم حرفيا كله في القطر، ما بتشوفش مشاهد خارجية عن القطر غير قليل جدا، اللي كانت كل حاجة فيه واضحة من اول الفيلم لاخره. من اول رواية عزت اللي بتشوف اسمها في اول الفيلم وهي السير واقفا، لحد ما سلوى بتنزل من القطر وبتمشي مع جوزها وبتبص على عزت بصة كلها حسرة وندامة على حب عمرها. انما في فيلم 6 ايام انت بتشوف الابطال اللي هم مش عارفين نفسهم طول الفيلم وخايفين ياخدوا خطوة ناحية بعض طول الفيلم. خلاص بقى الصدفة بتجمعهم تاني، والمرة دي في السينما، وخلاص كده بقى المفروض قصة الحب تبدأ من جديد. الصراحة يا شقيق نهاية الفيلم بالنسبة لي نهاية كرنجي وما تلقش بالمجهود اللي حاول الصناع دول يعملوه. ولكن في النهاية يا شقيق احنا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم: احنا فعلا محتاجين نستنى الوقت المناسب علشان خاطر نقول للي بنحبه احنا بنحبك ولا لا؟ وهل فعلا الحب كائن حي على رأي عزت؟ وهل برضه الحب بيموت فعلا وبيخلص، ولا احنا اللي بنختار نموته بخذلنا للي بيحبونا عشان نفسنا زي ما سلوى عملت في عزت؟ ولا احنا برضه اللي بنقتله بغبائنا وخوفنا ليكون ده مش الوقت المناسب زي ما يوسف وعليا عملوا بالظبط؟ الوقت المناسب يا شقيق عمره ما بيجي من تلقاء نفسه، الوقت المناسب بيحصل لما احنا اللي بناخد الخطوة مش نستناه يجي. احنا ممكن نستنى الشخص المناسب، ممكن نستنى نفسنا لحد ما نكون احنا مناسبين لشريك يدخل حياتنا، انما اللي مش ممكن نستناه هو الوقت المناسب. وخليك فاكر ده كويس يا شقيق، لما تلاقي الشخص المناسب وتلاقي نفسك انت مناسب للشخص ده، خد الخطوة، ما تستناش الوقت المناسب لأنه عمره ما هيجي. سلام يا شقيق.